السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فكرة بقى ان الخزانة بتاعتك في المطبخ كده تكون مليانة بالتوابل والبهارات الغالية علشان تعملي بيها الوصفة بتاعتنا، يا ريت تشيليها من قاموسك ومن دماغك خالص. شوية ملح وفلفل اسود بس هنعمل وصفة حلوة جدا سهلة وبسيطة. وكمان لو في المصيف زنقتي وما عندكيش بهارات تقدري تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، لما تشتري بهارات وتوابل كتيرة وما تبقيش عارفة هتستخدميها في ايه بعد كده. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. اول حاجه معايا زي ما حضراتكم شايفين دول 4 اوراق. ابتديت ان انا طبعا اغسلهم كويس جدا جدا ونقعتهم في ملح وليمون وكمان شويه من الخل، وابتديت اقطع الورك بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، الدبوس والحته التانيه ابتديت اقطعها ل3 قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا تقدروا تقطعوه او تسيبوه، بس عايزه اقول لكم التقطيعه دي هتديله طعم حلو جدا جدا، وهيكون الفراخ من جواها كمان متبله. هنا بقى في صينيه عندي ابتديت احط كده شرايح من البصل، تكون كميه كده حلوه، وحطيت عليها ملح وفلفل بس. والسر بتاعنا النهارده في الملح والفلفل بس، من غير اي توابل وبهارات كتيره. البهارات بقت غاليه قوي يا جماعه، ومش عارفه يعني ليه، مش عارفه. المهم ما علينا. ابتديت بقى ادعكهم كده كويس زي ما حضراتكم كده شايفين، ولحد ما البصل يبتدي ينزل الميه اللي فيه، وده السر بتاعنا النهارده. اقول لكم ان ميه البصل دي بجد بتخلي الطعم حلو جدا. ابتديت بقى احط كده طماطميتين متقطعين مكعبات صغيره بالشكل ده، واقلبهم كويس جدا جدا مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا بقى هحط كده شويه من الصويا صوص، والصويا بقى هنا هتدي طعم حلو قوي. حوالي كده معلقه، عندك ما عندكيش تقدري ما تحطيش، بس عايزه اقول لكم بتدي طعم حلو جدا. ابتديت بقى اجيب الوراك بتاعتنا زي ما حضراتكم كده شايفين. بصوا بقى التتبيله ولونها بجد خطيره، تحفه جدا. يا ريت لو وصلتوا بقى يا حبايبي لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا بقى بينا نقلب كويس جدا البصل مع الطماطم مع التوابل الحلوه اللي احنا حطيناها، اللي هي عباره بس عن ملح وفلفل بس، مفيش اكتر من كده. قلبتها بقى كويس وسبتها حوالي نص ساعه كده علشان تتشرب من التتبيله ومن الطعم الخطير ده بكل سهوله. على فكره اهالينا زمان ما كانوش بيستعملوا اصلا ولا توابل ولا بابريكا ولا بودره الثوم ولا بودره البصل، كانوا بيستعملوا الملح والفلفل بس فقط. وهنا بقى ابتديت ارش عليها كده رشه من الزيت، وابتديت ان انا اسيبها نص ساعه، وبعد كده دخلتها الفرن على درجه حراره تكون 180 في الرف اللي تحت، وبعد كده شغلت عليها الشوايه شويه وطلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد ريحتها وطعمها خطير. البصل بقى كده يتاكل مع العيش خطير. ممكن بقى تعملي كمان رز كده ابيض او رز بشعريه او مكرونه، بصي، وممكن تاكليها كده خلاص بالعيش. بصوا خطيره. وممكن كمان شويه بطاطس محمره، طعمها حلو قوي، والفراخ كده دايبه، وكمان الصوص بتاعها حلو جدا وطعمه حلو قوي قوي. طبعا بألف هنا وشفا. وصفه سهله وسريعه وبسيطه، وفي نفس الوقت لو انتي ما عندكيش توابل تقدري تعمليها بكل سهوله، وهتطلع لك نتيجه حلوه قوي واخده لون جميل جدا وطعم خطير. بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. بجد يعني بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. على فكره ممكن تعملوها بالدبابيس، ممكن تعملوها بفرخه كامله زي ما انتوا حابين. طعمها بجد خطير وحلو جدا. انا متاكده ان هي هتعجبكم. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.